السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. اليوم جبت لكم شاميه بمقادير مضبوطه وناجحه 100%. يعني هنايا قبل ما تبدي كاع لا بريباراسيون تاعك، الحاجه الاولى لازم لك تشعلي الكوشه تاعك. يعني من اسرار نجاح الشاميه هي الكوشه تكون حاميه بزاف. يعني شعلي الكوشه تاعك عاد روحي خدمي الشاميه. المهم الكاس اللي خدمت به يتفد لي 9 مغارف كبار. تبغي تخدمي بالكاس ولا تخدمي بالمغرف؟ انا استعملت 3 كيسان تاع سميد الشيشه مع كاس تاع سميد خاشن، يعني كاع اونطو خدمت بربع كيسان، ودرت قاصه تاع ملح وساشي تاع لافاني. الخليط هذا درت فيه كاس ونص تاع سكر، نص كاس تاع زيت، مع كاس الا ربع ما زهر. راكم تشوفوا القوام اللي تحصلت عليه. خلطته مع السميد تاعي وقعدت نرون بصباعي، قعدت نرون ما قعدش نعجن. باش تعرفي بلي الخليط تاعك سي بون راه واجد لك، لازم تشكلي كره. هذيك الكره اللي قعدت لك كيما راها، عرفي بلي الخليط تاعك راه واجد سي بون، تروحي ديريه مباشره في البلا. ولا الكره تاعك قعدت تفتت لك، عاودي روني حتى تحصلي على كره متجانسه. روحي حطي الخليط تاعك مباشره في البلا اللي تكوني دهنته بالزيت. راكم عارفين هنايا اش ديروا. انا بالنسبه الخدمي هنا كي تدخلي الخدمي يعني ما تدخليش بزاف، يعني قعدي تخطي غير من الفوق وصاي. انا هنايا زوقت باللوز، تبغي تزوقي بالكوكاو ديري ثاني كوكاو. دخلت لو بلاط تاعي، شعلت عليه من تحت على نار متوسطه، واللي عندها بالدرجه دير 180 درجه. غادي تشوفي الحواف تاعك بلي حمارورك، عارفي بلي طابت لك من تحت. طفي من تحت وشعلي من الفوق. الشاربه درت فيها 2 كيسان تاع سكر مع ربع كيسان تاع ماء وطخونش تاع ليم. كي طبخت لي نقصت عليها وخليتها لمده 15 دقيقه، ومن بعد قلعتها من النار وخليتها تبرد تماما. هنايا كي طابت لي الشاميه على حمانها، روحت قلعت من هذاك الشربه تاعي، قلعت كاس، يعني الكاس ما نخدمش به، واللي باقي تبقي تضيفيه بالتدريج صاي. من بعد تخلي هذه الشاميه تاعك لمده 5 سوايع، عاد قسميها وصحه رمضانكم.